بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أسعد حال. طبعا احنا في أيام مفترجة وشهر كريم، وكل يوم لازم تبقى في حيرة على السحور. طبعا نبقى محتارين كل يوم هنتسحر ايه. الولاد بيزهقوا، كلنا بنزهق من تكرار الأكل كل يوم، سواء بقى كان فول أو زبادي أو جبن أو لانشون أو تشكيلات أي طعام تاني. المهم إن إحنا لازم نغير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة وسهلة وبسيطة، وهتعجب ولادك جدا، وبتشتريها من بره غالية جدا، وخاصة الأنواع النظيفة. النهاردة هنعمل مع بعض اللانشون البيتي بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبك جدا. وكلنا عارفين طبعا إن اللانشون ده من الحاجات اللي عليها محظورات كتير قوي، وبتتباع بره في السوبر ماركت، وبنبقى خايفين قوي وقلقانين واحنا بنشتريها. النهارده هتخلي ولادك ياكلوها وانت مطمنة جدا ان انت اللي عاملاها بايديكي وعارفة مكوناتها وعاملاها ازاي. فقناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب، لو كنتم أول مرة تزوروني فدي قناتي. ننزل على طول نعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. نورتوني يا حبايبي. طبعا أنا هحتاج معايا حوالي 250 جرام من صدور الدجاج المتقطعة ترنشات رفيعة زي ما احنا شايفين كده. 250 200 أي كمية موجودة عندك، المهم إنها من 200 ل 300 جرام أو 350 جرام بالكتير. ما تزوديش أو تقللي عن كده. وهناخد بقى شرايح صدور الدجاج اللي معانا ديت وهنحطها في الكبة، وهنشغل عليها الكبة ونفرمها ناعم جدا. تفضلي تلفي كل شوية تبصي على النعم بتاع الفراخ اللي معاكي اتفرمت بقى شكلها ايه. شايفين؟ لا انا لسه كمان هحتاج ان انا انعمها شوية كمان عن كده، وافضل الف بيها في الكبة لحد ما اوصل للنعم المطلوب. وهجيب بقى معايا 5 قطع من الجبنة المثلثات أو الجبنة الكريمي أو الجبنة المربعات. المهم إنها تكون أي نوع جبنة كريمي موجودة عندك، وهنزل عليهم على طول بنص كوباية من الكبيرة بتاعتنا دي اللي احنا بنشرب فيها الشاي، أو كوباية صغيرة من بتاعة الزبادي. زيت يكون كويس جدا ونوعية كويسة، ويا سلام بقى لو كان زيت زيتون أو زيت سمسم، طبعا هيعلي من قيمة اللانشون بتاعك. بس عموما نحط المتاح، سواء زيت ذرة أو زيت عباد شمس، المهم أي زيت نوع نضيف. ونفرم بقى كويس جدا مع بعض في الكبة كده لحد ما القوام يبقى متجانس جدا ويلف معاكي. ناخد بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمة، 5 فصوص توم أو 4 فصوص توم. وبعدين ناخد 4 حبوب من الحبهان، ما نحطهمش بحالهم، لأ إحنا هنكسرهم وهننزل بس بالحبوب السودا اللي جوه الحبهان. أنا مش عايزة القشرة الخارجية للحبهان، هي بس الحبوب السودا اللي جوه الحبهان هتعمل معاكي طعم قوي جدًا زي الجاهز اللي برّه بالضبط. زي ما أنتم شايفين كده أنا قشرتها وطلّعت الحبوب السودا اللي برّه، ونزلت على اللانشون بتاعي بالحبوب السودا دي. كده أنا فتحت كل حبوب الحبهان اللي معايا، وأخدت الحباية السودا بس، وهافرم بقى في الكبة. هالِف بقى كل الخليط اللي معايا مع باقي التوابل والبهارات والتوم، لغاية ما يبقى خليط متجانس جدًا، والتوم يختفي معايا والبهارات كلّها تختلط بالفراخ اللي جوّه الكبة. مش هاخلّي معايا ولا حاجة ظاهرة خالص، إلا يا ربي اللون الأبيض بس الفاتح بتاع الفراخ. ولازم كل شوية أطلّع واختبر قوام اللانشون بتاعي. شايفين بقى ناعم جدًا وجميل جدًا إزاي، وما فيش ولا حاجة ظاهرة، ولا التوم ولا التوابل ولا حاجة، كلّه خلاص اختلط ببعضه جدًا وبقى قوام واحد. وننزل بقى على الخليط اللي معايا ده عشان نكمّل الوصفة بتاعتنا ب3 معالق دقيق، مش كبار أوي، مش مليانين أوي، يعني 3 معالق ممسوحين. وناخد بقى الخليط لفّة. لو كنتِ وصلتِ معايا لحد المقطع ده في الفيديو، يبقى أكيد إن شاء الله الفيديو عجبِك والوصفة عجبتِك. انزلي على طول بقى اعملي سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. زي ما إحنا شايفين كده القوام كده بقى جاهز، ولا استخدمنا لا بيض ولا جيلاتين ولا أي مواد ربط تانية صناعية أكتر من الجبنة المثلثات أو الجبنة الكيري، ومعاها حبة الدقيق. هاجهّز بقى معايا stretch wrap، قطعة حلوة كبيرة محترمة كده، عشان أقدر ألِف بيها كويس اللانشون بتاعي، علشان ما فيش أي مَيّة تدخل جوّه اللانشون. هانزّل بقى كل الكمية اللي معايا على الstretch wrap، وهابدأ كده أحاول ألفّها لغاية ما تبقى معايا زي الأسطوانة. هافضل ألِم كده من فوق ومن تحت، وأفرد على الجناب، ألِم كده من فوق ومن تحت، وأبطّط وأفرد على الجناب.
لغاية ما يتكون عندي شكل الاسطوانة كده أو شكل رول اللانشون اللي بيبقى كله على بعضه كده في السوبر ماركت. هتطلع معايا بالظبط شكلها كمان وأحلى، لغاية ما تتلم كده كلها معايا جوه الاسترتش بتاعي. وهبرم بقى كده بإيدي لغاية ما تتكون كده وتتلف بالظبط جوه الاسترتش ومفيش حاجة تخرج منها. وهاخد بقى كده من الجناب وهبرم كده البونبوناية بقى زي البونبوناية بالظبط، وهاسحب لجوه، لازم اسحب لجوه عشان اللانشون بتاعي يتلم كله في منطقة واحدة. وهلف كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقى كله كتلة واحدة، وابقى متأكدة ان كله محبوب كده من الجناب. وهمسك بقى طرف طرف وهربطه واعمل عقدة كويسة، والطرف التاني برضو وهسحب لجوه وهعمل عقدة برضو كويسة. انا كده خلاص اتأكدت ان كله تمام، والاسترتش لاب بتاعي مربوط من الجنبين تمام، ومفيش اي حاجة ممكن تخرج منه. زي ما احنا شايفين كده بالشكل ما شاء الله طالع زي الجاهز واحلى. مش هتقدري تفرقيه عن اي نوع غالي بره، بل ده احسن طبعا لان انتي عارفة مكوناته ايه. شايفين لحد كده ما خدش مننا اي مجهود ولا اي مكونات صعبة ممكن تحيرك، لا كل المكونات موجودة عندك كمان في البيت. نيجي بقى لأهم خطوة معانا، هتجيبي ورقة فويل كبيرة حلوة كده، متستخسريش، هاتي ورقة حلوة كبيرة عشان تلفيه كويس، ان كل ما لفتيه كويس كل ما انت هتبقي ضامنة كويس جدا ان مش هيخش له اي مية من المية المغلية اللي هتحطيه فيها. وهنبدأ كده هنلف من طرف الفويل، وهنلف لفة والتانية والتالتة لحد ما تتأكدي ان هو اتلف كذا مرة عشان ما يدخلهوش اي مية. وتدخلي بقى الرابطة كده من الجناب، وما تخليش اي ستريتش راب ظاهر من بره عشان ما يتسربش من الناحية دي او من الناحية دي اي مية. ونعقد بقى كويس جدا من الجناب كده الورق الفويل لحد ما يبقى عندك كده ماسك نفسه كده زي ما احنا شايفين. ونكون بقى محضرين حلة فيها نصها مية بالظبط عشان ننزل فيها اللانشون بتاعنا، وكل ربع ساعة هنحركه ونقلب على الجنب التاني لغاية الوقت كله ما يخلص. هتقلبيه 4 مرات خلال ساعة، يعني اللانشون بتاعك هيقعد في الحلة يغلي لمدة ساعة عشان تتأكدي انه تم سوا تمام. وعشان نتأكد انه استوى فعلا هتجيبي عود خلة وتنزلي جواه، لو طلعت الخلة نظيفة هتبقى كده استوى فعلا اللانشون بتاعك، وطلعيه على طول من المية. ونسيبه بقى لما يبرد لمدة ساعة لما يهدى خالص، وندخله في التلاجة لمدة ربع ساعة كمان أو نص ساعة لحد ما يسقع شوية. وبعد كده هنخرجه من التلاجة وهنفك الفويل، هنلاقيه بيتفك معانا بكل سهولة. وبعد كده هتوصلي بقى للستريتش راب وهتقصيه بالمقص زي ما احنا شايفين كده، وهتشيليه واحدة واحدة بالراحة. بمجرد بقى ما تشيلي الاسترتش راب بتاعك من على اللانشون هتشمي بقى ريحة اللانشون روعة، فعلا تحفة جدا، مش قادرة اوصف لكم جمالها. ريحة التوابل مع ريحة الفراخ حاجة كده خيال. ولا تقولي بقى أغلى نوع لانشون في السوبر ماركت، لا أحلى منه بكتير طبعا. ده بتاكلي كأنك بتاكلي قطع فراخ متبلة ومتحضرة ومتجهزة رول زي ما احنا شايفين كده. طبعا الشكل والتماسك والقوام لانشون فعلا، وعملناه من غير أي إضافات صناعية ولا مواد ربط ولا جيلاتين ولا أي حاجة خارجية، كله من عندك في البيت. نيجي بقى عشان نقطع اللانشون بتاعنا، طبعا بيتقطع بشكل انسيابي جدا، ولا بيتكسر ولا بيتقطع مننا، شرايح جميلة جدا وانسيابية جدا كأنك فعلا بتاكلي قطع فراخ. طعم الفراخ باين فيه جدا مع طعم التوابل، حقيقي تحفة جدا، أحلى مليون مرة من الجاهز. طبعا اللانشون بتاعنا ده هتلاقيه حلو جدا في السحور، وحلو جدا في السندوتشات وفي البيتزا وفي حشو الفطاير والمعجنات، هتلاقيه برضو جميل جدا. نيجي بقى لطريقة حفظه، يا إما تحفظيه زي ما هو كده رول وتطلعيه على التقطيع، يا إما تقطعيه حلقات كده زي ما احنا شايفين وتحطيه في اطباق في الفريزر، وتطلعي بالظبط على قد الطلب عندك. وطبعا اللانشون بتاعنا ممكن تحطيه في التلاجة من تحت يومين 3 4، بس لو هتقعديه أكتر من كده يستحسن إنك تفرزيه أفضل عشان يقعد مدة أطول. ولو عايزين اللانشون بتاعنا ده مدخن، هنولع حتة فحم على البوتاجاز لحد ما تنصهر جدا، ونكون مقطعين اللانشون بتاعنا ترانشات زي ما احنا شايفين كده او زي ما هو رول. وبعد كده هنحطها في صينية بغطا محكم، ونحط نقطتين زيت او قطعة سمنة على الفحم بتاعنا. وبعد كده هنقفل بالغطا لمدة ربع ساعة لحد الفحمة بتاعتنا ما تنطفي نهائي.
ونسيبها متغطية لحد اللانشون بتاعنا ما يمتص ريحة الدخان كله، وبكده تبقى عملتي لانشون مدخن زي بتاع المحلات وأحلى، ووفرتي فلوس كتير جدا لأن بيبقى سعره بره غالي جدا جدا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بوقت الفيديو. ولو استفدتوا فعلا من الوصفة أتمنى تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وكل ما هيبقى عدد المتابعين أكتر القناة هتكبر بيكم وليكم. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.